في التقارير اللي فاتت اتكلمنا في كل حاجة تخص الإجراءات الأحادية اللي عملتها وبتعملها إثيوبيا في ملف سد النهضة. بس في حاجة جديدة ظهرت، وهي إن أديس أبابا ممكن تقبل بالمفاوضات بس بشرط. يا ترى إيه هو الشرط ده؟ وليه إثيوبيا شايفة إن مصر ما يصحش تفكر في الحلول اللي بتعملها وبتنفذها؟ كل ده وأكتر هنعرفه حالا في 3 دقايق. بعد كل الإجراءات والحاجات الكتير اللي عملتها إثيوبيا خلال الفترة اللي فاتت فيما يخص أزمة سد النهضة، طلع مسؤول من عندهم عشان يبين إنهم ما عندهمش أي مشكلة في إن الموضوع يتحل وبطريقة سهلة وبسيطة من وجهة نظرهم، وده هيبقى من خلال إن محدش من مصر أو السودان يروح لأي جهة عشان يعرض عليها المشكلة. محمد العروسي مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي قال إن إثيوبيا مش هترضى أبداً إنها تقعد مع مصر أو السودان على أي مائدة مفاوضات تكون برعاية دولية، سواء بقى الأمم المتحدة أو أي دولة أجنبية. وكمل كلامه وقال إن أديس أبابا مش هتقعد على مائدة المفاوضات دي عشان بيكون فيها اتفاقيات ومعاهدات غير اللي عملتها دول حوض النيل مع بعضها. وقال كمان إن المصريين في كل موسم يحصل فيه حاجة من أثيوبيا يروحوا يجددوا الأزمة ويعرضوا مشكلتهم اللي هي أصلا مش مشكلة عندهم، بيعرضوها على الدول الأوروبية أو جهات تانية. كمان وضح إن مصر أول ما سمعت عن اقتراب الملء الرابع بدأت تروح لدول أوروبية أو مسؤولين من الدول دي يروحوا مصر ويفتحوا معاهم الموضوع عشان يقولوا إن أثيوبيا عاملة مشكلة كبيرة. مش بس كده، ده كمل تصريحاته بإن الموضوع أصلا منهي بين الدول الثلاثة من ساعة ما اللجان الفنية من كل دولة قعدوا مع بعض واتفقوا على كل حاجة، وأثيوبيا عمرها ما خرجت عن الاتفاق ده. مستشار وزير المياه والطاقة الأثيوبي قال كمان إن بلده عارفة ومتأكدة إن السد ده هو مصدر الحياة لمصر والسودان، وإنهم لا بيمنعوا ولا عندهم خلاف مع القاهرة إنها تعبر عن الخوف اللي هي حاسة بيه واللي هو ملوش أي داعي. ووضح إن كل المشكلة اللي عند أثيوبيا في الموضوع ده كانت في حاجة واحدة بس، وهي إن مصر مش كل ما يحصل حاجة تروح للعالم كله وتشتكي وتقول إن السد ده مصدر للانهيار، وده عشان زي ما قال إن إثيوبيا بتخاف على مصلحة أشقائها اللي هم مصر والسودان فيما يخص ملف سد النهضة. واشتكى العروسي من إن مصر والممثلين بتوعها بياخدوا خطوات كتير بيحاولوا من خلالها إنهم يوصلوا للعالم إن إثيوبيا بتضر بالسد، لكن إحنا بالعكس عايزين نحافظ عليه وهنرفض وبنرفض أي حاجة تمس أمننا القومي. وأكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن بلاده بترفض رفض قاطع إنها تمتثل لأمريكا أو أي حد طالما الاتحاد الأفريقي والمنظومة الإفريقية موجودة. وقال كمان إن عشان كده إحنا لا هنستجيب لمطالب مصر ولا أي دولة إلا لما نقعد في بيتنا الأفريقي، وإن مش معقولة يعني إن المفاوضات تكون متاحة وموجودة في الاتحاد الإفريقي ومصر تسيبها كده وتروح لمجلس الأمن، وإن واشنطن تندع علينا كده وإحنا عادي نروح يعني. وضح العروسي إن الدول الثلاثة عملوا مفاوضات أو اتفاقية إعلام مبادئ في 2015، وكان البند العاشر منها بيقول إن أي خلاف لازم يتحل بالتوافق. طيب ولو في طرف معترض أو التوافق ده محلش الموضوع، ساعتها ممكن إن أي دولة تعرض المشكلة بتاعتها بشكل دولي عادي. مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي ختم كلامه بإن إثيوبيا بقى ما عندهاش مشكلة بإنها توصل لحل يرضي جميع الأطراف، بس بشرط إن الحل ده يضمن لأثيوبيا السيادة وحقوقها كاملة. وبكده يكون تقريرنا النهاردة خلص. يلا نتقابل على خير إن شاء الله في مواضيع وحكايات تانية كتير هنقولها لكم في 3 دقايق.